السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله في الفيديو ده هنشرح حاجتين. أول حاجة يعني إيه اللوجيكال أوبريتور، وأكتب اختصار الإف كونديشن إزاي، واحدة واحدة. أول حاجة اللوجيكال أوبريتور يعني الأدوات المنطقية أو المعاملات المنطقية. إيه هما أصلا؟ الأند والأور والنوت، يعني إيه بقى كل واحدة فيهم وبستخدمها إزاي؟ نشوف مثال واحدة واحدة إن شاء الله. طيب أول حاجة هعمل مثلا variable، هسميه مثلا النيم، واكتب مثلا ان النيم حمزة. تمام. واكتب مثلا var الage بيساوي 20. هاجي اسأل بقى بالاف كونديشن. اول حاجة لو قلت الاف هل النيم يساوي حمزة، وقلت مثلا alert yes، انا دلوقتي عامل ايه؟ عامل assign للفاريبل اللي اسمه نيم باسم حمزة، والايدج ب20. انا دلوقتي هل النيم بيساوي حمزه؟ ففعلا النيم بيساوي حمزه، ويعمل alert يس. هنشوف الشغل بتاعنا. ده نفتح الملف، فعلا عمل alert بكلمه يس. طيب تمام. انا عايز دلوقتي لو جيت قلت له نستخدم اول معامل بقى اللي هو الاند. لو جيت قلت له اند الايدج بيساوي ل20، قلنا اللي يساوي يعني بسأل هل الايدج فعلا بيساوي 20؟ طب هل النيم فعلا بيساوي حمزة؟ فهيعمل لي alert ليس. فعلا عمل alert يس. طب يعني ايه اند بقى؟ الاند معناها ان جميع الشروط لازما تتحقق عشان يخش جوه الاف دي. يعني ايه؟ انا عامل النيم دلوقتي بحمزة والايدج ب20، فانا سائل هل النيم بحمزة؟ الشرط ده اتحقق. طب هل الايدج ب20؟ الشرط ده اتحقق. ففي حالة ان الشروط كلها متحققة في الاند يبقى فعلا هيخش جوه الاف. طب لو انا مثلا قلت الايدج ده ب40، يبقى دلوقتي في شرط من الشرطين اللي هو النيم ده بيساوي حمزة ده متحقق، الايدج مش متحقق، فساعتها ان الاند مش هتشتغل، يعني الاف دي مش هتشتغل. ليه؟ عشان الاند، معنى الاند ان لازما الشرطين كل الشروط اللي موجوده في الاف تتحقق. يعني لو جيت هنا عملت ريفريش ففعلا مش هيعمل لي اليرت. ليه؟ عشان الاند لازما الشروط كلها تتحقق. انا بقول اند يعني لازما الشرط ده يتحقق وكمان الشرط ده يتحقق. طيب لو انا مثلا عامل كمان متغير مثلا var، هسميه مثلا اي اسم اكس بتساوي 10، وجيت قلت هنا اند الاكس هل الاكس بتساوي العشرة؟ هل فعلا الاكس ب10؟ يبقى اول شرط متحقق، والتالت شرط متحقق، تاني شرط مش متحقق. ساعتها هل هنشتغل جوه الاف؟ لا. الاند معناها لازما كل الشروط تتحقق، لازما كل الشروط تكون بترو عشان يخش جوه الاف. لو جيت سيفت كده وعملت ريفريش فعلا مش هيعمل اليرت عشان في شرط مش متحقق. لو كل الشروط متحققه هيخش جوه الاف، لو في شرط بس غلط مش هيخش. دي معناها الاند. هل بكتبها كده بس؟ لا، ممكن تكتبها بالاسم اللي هو هو غالبا بتكتب كده بس. تمام. طيب نخش بقى على تاني حاجة اللي هي الاور. لو جيت هنا مثلا نفس الكلام كده بالظبط، لو جيت غيرت بس المعاملات اللي هي الاند دي، خليتها بس اور بتتكتب بالعلامتين دول. طيب واحدة واحدة بقى. يعني ايه الاور؟ هل النيم بيساوي حمزة؟ اور يعني او الايدج بيساوي ال40؟ لا ده مش متحقق. طب او الاكس بتساوي 10؟ الاكس بتساوي 10. طب لو خلينا بس شرطين دلوقتي عشان نفهم، ده الشرط ده متحقق والشرط ده مش متحقق. طب المعامل انا بستخدم ايه؟ اور. يعني انا عايز لو ده اتحقق يخش جوه الاف، لو ده اتحقق يخش جوه الاف، لو الاثنين اتحققوا خير وبركه يخش جوه الاف، لو واحد منهم متحقق على الاقل، يعني ده بس الشرط ده ترو والشرط ده فولس، فمش مشكله. الاور معناها اي شرط منهم يتحقق. يعني لو شرط واحد متحقق من مليون شرط، الاف هتشتغل، هيخش جوه الاف. يعني لو سيفت كده وعملت ريفرش فعلا هيعمل اليرت اليس. ليه؟ عشان الاور معناها يكفي شرط واحد على الاقل يتحقق، حتى لو الشروط كلها مش متحققه كفايه شرط واحد يتحقق. طب لو انا مثلا مغير كده مثلا زودت ايه هنا، هل هيخش؟ لا، الشرطين اصلا مش متحققين. يعني لا ده صح ولا ده صح، فاكيد مش هيخش. لازم على الاقل شرط واحد يتحقق.
اما في الاند لازم كل الشروط متحققه. تمام جدا. طيب لو جيت دلوقتي بقى عملت مثال على مثلا النوت، مثلا هنعمل مثال اقول مثلا فار اكس بتساوي 5 وفار واي بتساوي 6. انا ممكن اختصر الفاريبل دول، ممكن بما ان انت اصلا عامل فاريبلين فممكن تشيل الكلمه دي خالص وتعمل كده كوما بس، يعني انا اعرفها مره واحده بس كلمه فار واعرف المتغيرات بتاعتها. تمام جدا. طيب لو جيت هنا عملت مثلا if هل نوت الاكس بتساوي 6 او 5. يعني ايه بقى الكلام اللي انا كتبته ده؟ دي الاقواس بتاعه الاف ودي الاقواس بتاعه النوت. يعني ايه نوت اصلا؟ نوت يعني العكس. يعني انا مثلا لو قلت لك الشرط ده مثلا ترو يبقى عكس الترو فولس، لو قلت لك الشرط ده فولس عكس الفولس ترو. كده اكني بقول لك مثلا نوت الترو معناها فولس، عكس الترو فولس. ولو قلت لك نوت الفولس عكس الفولس ترو، عكس الصح غلط وعكس الغلط صح. طيب لو جيت هنا واحده واحده بقى، انا عامل اساين للاكس بكام؟ ب5 وعامل اساين للواي ب6. مالكش دعوه بالنوت دلوقتي. هل الاكس بتساوي ال5؟ يبقى ده كده ترو، اللي جوه القوس ده متحقق يعني ترو، وانا قايل قبلها نوت، يبقى نوت الترو عكس الترو فولس. فانا بقول لك هل مش الاكس بتساوي 5؟ لا غلط طبعا، الاكس بتساوي 5، فساعتها مش هيخش جوه الاليرت. لو جيت سيفت وعملت ريفرش فمش هيخش فعلا. ليه؟ لان الشرط ده غلط. يعني المفروض الشرط كل اللي يكون هنا في الاف يكون ترو عشان يخش جوه الاف. طيب نمشيها واحده واحده، سيبك من دي دلوقتي. هل الاكس بتساوي 5؟ يعني الحته دي كده كلها حاليا ترو، الحته دي كده كلها حاليا ترو عشان متحققه. طب نوت الترو فولس، يعني انا كاتب هنا كده بالظبط كلمه فولس. فانا لما اقول لك اف الغلط فاكيد مش هيخش جوه اصلا الاف، هعمل ريفريش نفس الكلام بالظبط اكني كاتب جوه هنا كده بالظبط الفولس. طيب تعالى نعكسها. هل الاكس بتساوي 6؟ تعالى نمشيها واحده واحده. الاكس بتساوي كام؟ 5. طيب هل الاكس بتساوي 6؟ لا الاكس مش بتساوي 6، يعني اللي جوه القوس حاليا فولس، مش متحقق، الشرط مش متحقق. طيب العكس الفولس نوت الفولس ترو، يعني لو شلت كل دي كده كلها هكتب مكانها ترو، فايف ترو يبقى فعلا هيخش جوه الاليرت، هيعمل يس. تمام جدا. هي النوت يعني عكس الصح غلط وعكس الغلط صح، فانت تفهمها كده. مثلا لو قلنا كمان if ان الواي بتساوي 7، يعني انا سايبها كده دلوقتي if الواي بتساوي 7، لا يعني هشيل كل اللي دي كده واكتب معناها فولس انها اصلا ما اتحققتش، وانا كاتب بره نوت، يعني عكس الفولس ترو، عكس الفولس دي كده بالظبط. بقول لك عكس الفولس ايه؟ ترو، فاكني شايل دي كده كلها وكاتب ترو، ولما بقول لك اف الصح فهيخش جوه الاليت صح. تمام جدا. طيب اتمنى يكون الثلاث معاملات واضحين. الاند يعني لازم كل الشروط تتحقق، الاور لازم على الاقل شرط واحد يتحقق، النوت بعكس الحاجه اللي عندي. طيب تمام. نعرف بقى لو جيت كده مثلا نعرف النقطه الثانيه اللي هي الاختصار الابر دي، يعني الابريفيشيشن اللي هي اختصار للاف إلس. بكتبها ازاي؟ لو جيت مثلا انا عامل بس متغير واحد اسمه الاكس بتساوي 5، فانا هقول هل الاكس بتساوي 6، يعمل لي مثلا لاليرت يس. else لو مش بتساوي 6 يعمل ايه؟ يعمل مثلا alert مثلا لنو مثلا. فانا بسأل دلوقتي هل هخليها 5، هل الاكس بتساوي 5؟ فيعمل لي alert اليس. لو مش ب5 يعمل لي alert النو. انا عايز اكتب دي كده كلها كده في سطر واحد، اكتبها ازاي؟ واحده واحده. فانت هتيجي تعمل كده فار، انت عامل اول حاجه الاكس اهو، خلاص الاكس بتساوي 5، هتقول فار ان مثلا الواي مثلا اي متغير تاني بيساوي
فتفتح اكواس كده تقول الاكس، هل الاكس اكن الكونديشن بكتبه هنا، الاكس بتساوي 5، هل الاكس بتساوي 5 وتعمل علامه استفهام كده. انت بتسال اهو، مالكش دعوه حد يجي دلوقتي، انت بتقول اف الاكس بتساوي 5، بتساوي 5، فيعمل ايه؟ يعمل اليرت مثلا لكلمه يس. إلس فبتعملها بالنقطتين دول، يعمل اليرت مثلا قلنا نو. بس كده. بعمل ايه تاني؟ بقول هل الاكس بتساوي 5، لو في حالة ان الاكس بتساوي 5 هيعمل اول جزء ده اللي هو اليرت يس، اما لو مش بتساوي 5 هيعمل اليرت للنو. وجيت عملت كده ريفرش، فعلا عمل لي اليرت لليس. يبقى انا تاني بقول هل هنا كده الاكس بتساوي 5، انا عامل اكس بتساوي 5، فلو ده صح فبعمل علامه استفهام، هيخش اول حاجه جوه اول حاجه ده اللي هو ده، يعني ده جوه الاف، اما ده جوه الالس، دي معناها الس. يبقى دي كده، ده السطر كده اختصار اللي انا كنت كاتبه من شويه، اللي انا كنت كاتبه من شويه ده بالظبط اختصار السطر هو ده. تمام جدا. اتمنى يكون اللوجيك اوبريتور واضحه والاختصار بتاع الاف واضح، وجزاكم الله خيرا.